حلبت في الفجر وامي بدات تحلب. اي نعم. هو بص، اللبن بتاع المواشي ده من طول ما هو حالنا ما يبقى مراغ، فاياه اما نسيبه احنا ما يهدى، يعني مثلا لو عامله نص المحلاب بينزل لتلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنحلب معاكم البقرة ان شاء الله باذن الله كده، وهنحلب معاكم البقرتين. عايزين نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، وما تنسوش ان انتوا تشجعونا باللايك والاشتراك. اي نعم ان الاضاءة هنا مش قوي، وان شاء الله باذن الله هنقول لكم شوية معلومات حلوين كده عن حليب المواشي وازاي تحلب. النهارده باذن الله كده هنحلب معاكم البقره كده، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهدي وقفه مقرنه مش على بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاش عيب ما تعرفوش، خليكم محترمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص التانية يجيك بارك حبكات فقه مضايقين بعض ابوه. بص مش عارفين ايه المفروض، يعني هي تتعادل، هي مش معدولة. بص واقفة كيف عوجة بعد عن. بص واقفة كيف. اللهم صل وسلم وزد. روح املى ستك الكلمة من المحطة بسرعة قبل ما يكفي. طبعا هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما نيجي نحلب اول حاجة عملتها، عشان احنا هنحكي على شوية تفاصيل في الحليب. بص سابت بنتها قدامها، شايفة لما الام ما تلقى بنتها قدامها في الاول بتهدى وتحاول ان هي تحن عليها. بصي اهو واقفة، بص قدامها تقف علشان كده. بصي ولازم تكون برضو معلوفة واكله وشبعانه برضه علشان ترضى تحلب معاه. يعني هي دايما تاكل من بعد الفجر ودلوقتي المغرب اذن، عشان هي تحلب معانا الطرف ده او تحلب معانا الوجبه دي. عايزه اقول لكم البقره بتحلب كام دور؟ بتحلب دور في الصبح ودور في المغرب، ده اللي هم المهم بنحلب وجبه الصبح ووجبه المغرب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان علشان نتعامل مع البقرة دي ضرتها تحسها ملكلكة. بصي زي ما يكون فيها، زي ما يكون ويرمة، شايفين مكان ايدهم كده. فالمهم يعني ايوه يعني مش طبيعية، بس هم عشان بتحلب ضفاري وبتحلب قباضي اللي هو الضفاري. بص الضفاري وريهم يا ماما كده على صابعك، هبص على طرف الصوابع ده الضفار. انا جربت لكم الكاميرا، بصي بين صابع. والقباض اللي هو بتقبض بيتها كلها كده وتحصرها. فصلت على النبي صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه في الحليب ان انت تبقيها، حتى لو مش متعلم هتتعلم، بس اهم حاجه ان انت كنت برضو البقر لو شقيه تكون حاطه لها علفه او شويه برسيم او شويه جراو او شويه ربيع او ما يحبش يحلب هو. احنا البقره اللي بتاعتنا يا جماعه حق ما قدرتش انزل لكم فيديوهات، يعني الحمد لله من الاسبوع اللي فات عن الحليب. كنت عايزه انزل لكم كل يوم فيديو كده عن حليب المواشي، علشان القناه بتاعتنا لسه مشتركين قليله وعشان تنتشر بسرعه. فالمهم يا جماعه اياه لما بعنا البقره قلت ان شاء الله باذن الله راح احلب لكم اياها. هنحلب مع بعض المواشي عند بيت ابويا وهصور لكم وكل سنه وانتم طيبين. نسينا نعايد عليكم، المفروض كنا عيدنا في اول الفيديو. هم تقول لكم عيد سعيد ورمضان كريم، وربنا يجعله عيد ابيض علينا وعليكم وعلى امه محمد. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. كده عمر قال لكم فيه اتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. وهم كده خلاص يا جماعه اشتراك يا جماعه. بقيت متماكنه برضه معانا ما تقول لكم عشان ننزل لكم كل جديد. فانت لو فعلت زر الجرس هننزل لكم كل جديد. قولوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وربنا يصلح حالنا. على فكره اكل المواشي بقى غالي جدا، احنا خلينا بعناه عشان اكل المواشي غالي، حتى لو جابت سمن وجبن بس الحمد لله يعني هو مبقى الخر بتاعها موجود في البيت وكل حاجه، وبدل ما تشتري اي حاجه من بره بتبقى مضمونه ونظيفه. دي حاجه. لكن هو مع الغلا والحراره داخله فالمواشي بتبقى يعني عايزه جو يكون مرصرص شويه هادي. حلبان في الفجر زي ما قلت لكم كده، حلبت في الفجر
وامي بدات تحلب. اي نعم، هو بص، اللبن بتاع المواشي ده من طول ما هو حالنا ما يبقى مراغ، فايه اما نسيبه احنا ما يهدى، يعني مثلا لو عامله نص المحلاب بينزل لتلته، يعني بينزل منه كميه حوالي كوبايه، يعني زي لو عامله رغوة كوبايتين الأم كده. ونص بتوصل لمرحله كوبايه ونص او زي اكتر رغوة حاجه. الأم. فهي اللي انتوا شايفينه ده مش اما يبقى لحد يعني مثلا لبن كله، وبعدين ماله المحلاب علشان يعني كانت ماله المحلاب ليه؟ علشان بص اللبن لما انت بتيجي تحلبي بتنشن كده، لما ما تنشن انت كده قوتي من ضرة البقرة على المحلاب، فبينزل معانا هي اللبن جوه المحلاب. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهنحلب معاكم البقرة التانية دي البقرة البكرية. دي البقرة اللي احنا بص هي واقفة عاملة كيف، يعني بص بتلعب هي وبتها، فهي ده الحاجة دي بتخليها تسترخي شوية ان هي واقفة بتها قدام. عارف لو بتها مش قدامها ما كانتش هتحلب، ولا هنعرف ناخد منها بق لبن، ولا هنعرف نتعامل معاها. تمام. شايفينها يعني هي بتاعت بيت العيلة، يعني مثلا البقرة بتاعت اخويا بقرة بتاعت ابويا مش على قد يعني نفر واحد بس، والحمد لله والله ما يشتروا كل يوم، يعني اللهم لك الحمد، ربنا يزيدهم بالخير. داخل على جواز. وعندهم شاب داخل على جواز، ربنا يرزقهم ويوسع علينا وعليهم وعلى أمة محمد أجمعين. المهم يا جماعة، هي أمي كانت متربة لهم دي رملة بنجيبها من الجبل، بتحطها تحتهم علشان تشرب المية بتاعت ال بتشرب المية يعني بتاعت اللي بيعملوها المواشي. بصي هنا الدنيا لينة، فأم بتاخد من الرمل اللي هي جايبينها هندكة، وبره مليين يعني شوية طار، وبتترب لهم. بص ده الجلة دي بناخدها بنطلعها على السطوح، بنحطها هنا لما الجردل ده يكمل، ونروح مطلعينها وننشرها في الشمس بتنشف، نعملها ايه، بنستخدمها جبنا بنستخدمها للفرن البلدي والعشاء البلدي. المهم يا جماعة، احنا سيبنا البقرة معاكم، سيبنا العدلة. الإضاءة مش قوي يعني عشان إضاءة الحشم تبقى ضعيفة عن أي إضاءة بره. يتيمة. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك. جبت العدلة التانية عشان تحن عليها، وزي ما قلت لكم كده مش عارفة تخش تحلب من الدنيا لينة، بتجيب شوية تتريب من هنا كده. التتريب ده زي ما قلت لكم كده بتحطه في الحتة اللينة كده عشان نشف تحت رجليها وتعرف تقعد تحلب. وبعدين عشان ضرة برضه عشان تعرف تنام، وعشان ضرة المواشي ما تبقاش فيها تراب وغبار قوي، ولو فيها حاجة بتغسلها أو بتمسحها علشان اللبن يبقى معانا نظيف وأبيض وحلو. تمام. دي كلها معلومات عن الحليب وعن طريقة التعامل مع المواشي ما تقول لكم المواشي في الأرياف وبره مصر. فالمهم قرية مصر. صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو طول عليكم شوية، بس هنحلب معاكم البقرة التانية، وخليكم معانا كده للآخر. ايوه، لازم اهم من الشغل تظبط الشغل. وربنا قال اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. وخصوصا لو الشتاء، يعني هو الجو برضه دلوقتي مش سخن، ده لسه الجو مراسي. صلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودي ابتدت وده عارفه ما تترب يعني فقامت بالواجب. كل حاجة عايزة يخففها ربنا حتى لو البهائم. ايوه صح، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. عايزينكم عايزين البهيمة. كل اللي بدأ معنا الفيديو يكمل الآخر علشان الفيديو ما يقعش. عايزينكم مش اي حد يخش الفيديو يسمع اول كام دقيقة ويسيب الباقي. هنبدأ نحلب البقرة البكرية. التعامل مع البقرة البكرية بيكون يعني لو بقرة شقية بيكون بحذر شوية عن البقرة اللي هي العادية، لأن البقرة البكرية ما تبقى يعني مش موتكة، مش قديمة زي البقرة اللي هي مثلا والدة ضروا 2 و3. بس ربنا يصلح حالها ويهديها لما تبقى مع الفاه يعني وموقفة قدامها بنتها، يهديها رب تقف. لو مش كده ما تبقى واقفة. بص احنا زي ما قلت لكم هنا هاو بص دي اقعد شلد عليها كام اقف. في مواشي ممكن تتعامل معاها بشدة يعني تزيطي فيها ده في التعامل، وفي مواشي ممكن تتعامل معاها يعني لو هادية خلاص في مجرد ما انت تقول هقف او كده بتهي. بس ده لبن انت عشان اوعي تكون عاملاني بنت فافي
كل شويه تاخد الطرحه من امه وتاكلها. اهد. هات يا كريم. هات يا كريم الكوبايه. اهو احنا سبحان الله احنا يعني لما نحلب دخلت واحده جارتنا جت عايزه اقول لها خد ايه؟ يلا خد اعمل لك ايه. اوعى تجيب ياب. خد وامشي. عارفه ان ست الكوبايه كانت بتغليك ابدا. ما هي البقره البكريه عن البنات لما يبقوا محدودين او صغيرين فهم اللي حلبناهم في الكوبايه دول اللي هم هي الدرجتين اللي من قدام الحلمتين اللي من قدام. كمان اكتر من الورانيين. ايوه عامة هم القداميين لازم يبقى لبنهم اكتر من لا الورا. مش تحت شهر حسب فسحنا الدار. لا احنا كانت عندنا والله يعني اللي ورا صغططين شويه قام كانت اللي قدام فيهم لبن اكتر. اول ما ندور حليب اللي تفتكر تعمل حمام وتتفرج واحده ما تكرش في ودانها. ده هو الساعه ده واخدين الحذر واقفين كده. على فكره انا مش اعرف اخش عند بتاويه احلى بس عامله حساب عارفه غير كده ولا عارفه اصور اصلا. انا دي المزغوطه الصغيره دي ما تشلد علي انا. والتانية اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا مش قادره اجيب اخر حاجه. احنا كده جربنا نخلص اصلا البقره بس كانت للطرحه. الحنيه اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحده يعني تحن على بيتها يعني الحسن. اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا شايفين هو اللي على ظهرها ده لبان. لا كانت تشتر عليها عامله عليها رغم. بص ما تشطر يعني قصدي عايزه تقول لكم لما تبقى واكله البقره مش اما تاكل يعني اما تاكل وبعدها بشويه كده تقعد تهدى تروح مشغله حنكه. فلما ما تشغل حنكه بصي التانية اللي كانت جنبيها هي اللي كانت منقطه عليها ده كانت بتنزل ريمه من خشيمها. وانت واقفه مش على بعضك ليه؟ دي ما مجنونه امال تنطح فينا. والتانية كانت الطرحه وما ترفس. وبص امي يعني بص ما بين البقرتين لا باينه من هنا ولا باينه من هنا. تطلع بالسلامه يا ماما العين. شايفين حاجه احنا هنا. بصي عايزه اقول لكم ان هي دورت حليب. بص البقره بص دي واخداها من هنا واخداها من هنا. ودي الصغيره دي ما تبقى ترفس اللي هي بتكرش دي.